يا مساء الخير على عيونكم يا حبايبي، وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اجمل واطعم كبده بطريقه سهله جدا بالدقه وبالشطه، هتطلع معاكم حكايه. دي قناتي اكلات كوكو، اتمنى اللي اول مره يشوفني يعمل اشتراك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل عشان كل جديد يجيلكوا اشعار ان انا عملت فيديو جديد. النهارده عندكم جرس كده، اضغطوا عليه اعملوه على الكل، وكلمه اشتراك اضغطوا عليها، وما تنسونيش في اللايك يا حبايبي، اهم حاجه اللايك، عايزه الفيديو يوصل لاكبر عدد. معايا بهارات من مشكلة وكزبرة وشطة وورق لورا، ومعايا فلفل حار وفلفل عادي ودقة وتوم وبصل بقطعه شرايح، ما بقطعهوش ناعم، بقطعه شرايح كبيرة، ونص ليمون. الدقة عبارة عن ايه؟ عن توم وشطة مهروسة وخل وليمون، مفيش اكتر من كده. هعمل اول حاجة اعملها مع بعض، هنزل بمعلقة سمنة بلدي، وهنزل بالدقة اللي معايا. الدقة اللي معايا دي عبارة عن توم، احنا قلنا عبارة عن توم عشان تركزوا معايا، عبارة عن توم هريسة الشطة الحارة. هي دي طريقة الهريسة اللي انا عاملاها دي، هنزلها لكم في صندوق الوصف، اضغطوا على كلمة مزيد هتلاقوها عندكم، دوسوا على اللينك هتلاقوا هتلاقوا طريقة الهريسة دي. احنا قلنا شطة وتوم، شطة مهروسة وتوم ومعلقة خل، احمرهم كويس قوي في معلقة السمنة، بتدي ريحة حلوة وخطيرة، وبجد تبقى حلوة قوي معاكم. جربوها بالطريقة دي ومش هتندموا. وما تنسونيش بقى في تعليقات حلوه منكم كده، لان تعليقاتكم بتفرحني، اي تعليق بيفرحني. واي حد يكتب اسمه ان كان من اي بلد عشان اذكر اسمه في القناه، واتشكر له جدا على تعليقاته الحلوه. وابتدي اقلب بقى كله ده، هبتدي اقلب كويس جدا مع البهارات بقى. هنزل بالبهارات المشكله، الشطه والكزبره وورق اللورا والفلفل الاسود والملح، مفيش اكتر من كده، وبابريكا. هتخلي ريحة الكبدة معاكم فظيعة. الكزبرة دي حاجة اساسية في الكبدة والفلفل الاسود، لو ما عندكوش اي بهارات تاني حطوا كزبرة ناشفة مع الفلفل الاسود، وبتبقى خطيرة بجد، بتبقى فظيعة. دي بيت الكلاوي، يعني انا مش عارفة بيت الكلاوي ايه دي، بس انا اللي بتبقى مع الكبدة كده. دي حتة كانت كبيرة. ومعايا نص ليمونة، بقللي قوي في الليمون عشان انا حاطة خل بسيط كده في الدقة. وابتدي اقلب كويس بقى لحد ما تشرب كله من التتبيله ومن البصله. ومش هغطيها، يعني اول ما احس ان هي اتشوحت شويه هقوم مغطيها، يعني انا مش هغطيها دلوقتي خالص عشان تطلع منها كل، لو كان فيها اي زفاره تطلع منها. هبتدي بقى اشوح كده واغطيها بعد التشويح على طول. انا مش حابه الكبده تكون ناشفه معايا، انا حباها تكون مرمله كده وطعمها حلو، وتحس بطعم الكبده، ولا الوحها معايا وانشفها جامد، ولا اخليها فيها ميه. لا، انا هخليها انشف منها الميه بطريقه حلوه كده، وفي نفس الوقت اخليها روده. اغطي عليها ونشوف الرز بقى معلقه سمنه، وده لسان العصفور. اشوحه كويس جدا واحمره لدرجه اللون الذهبي، او اللي هتحمر معايا لون احمر. وبعد كده هنزل بالشعريه، اول ما يغمق معايا لون لسان العصفور. انا عايزاكم طريقه الرز دي يا جماعه تعملوها، يعني تعتمدوها عندكم في كل انواع الاكل، يعني بحيث تعملوها بلحمه بصلصه. دي بتبقى طعمها جميل قوي، وبهارات. معلش التصوير قطع مني في الرز، في خلطه الرز، بس هي لسان عصفور متحمر وشعريه عليها، وده رز قليل قوي، حوالي نص كوبايه من الرز. وبعد كده نزلت عليها بخلطه الرز، البهارات الرز بتبقى طعمها رهيب وريحته كانت فظيعه. التصوير كان عامل مني فمعرفتش اجيب لكم تصوير الرز. الكبده بقى انا خلاص حشت الغطا، وابتدي انشف الميه منها لحد ما تنشف مني خالص، او تسيبوها روده شويه كده، ما تنشفوهاش خالص. انا سبتها لدرجه كده لحد ما كانت روده معايا، تشوفوا دلوقتي عليت عليها النار، وابتدي بقى اشوحها لحد ما الميه تنشف معايا. مش هسيبها بميتها كده، هي طبيعي الكبده بتنزل ميه. عايزه اقول لكم الكبده يعني لما تبقى طازه بتبقى طعمها اجمد من لما تركنها في الفريزر. انا شوحتها خلاص اهي ونشفت معايا، بجد كانت ريحتها قلبة اخر الدنيا، مش عايزه اقول لكم ريحتها كانت فظيعه. والطريقه دي اعتمدوها، بجد طريقه جميله قوي وسهله. وطبعا الجو حر واكل سريع قوي في الحر اللي احنا فيه ده، يعني هتخش المطبخ مش هتكملي ربع ساعه او 5 دقايق وتكوني عامله الاكله دي كلها. خلاص الميه لو انتم ملاحظين نشفت مني. الرز بقى كان فظيع وريحته فظيعه، والكبده كانت خطيره. يلا باي باي، واشوفكم في فيديو جديد، وبألف هنا وشفا يا حبايبي. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي، طريقه سهله وبسيطه، وطلع معاكم كبده خطيره بجد يعني. هتعجبكم خالص. وكان الرز خطير برضو، الرز ده تعتمدوه معاكم في كل الاكلات، يعني مع اللحمه ومع اي حاجه تاني ممكن تعملوه جميل قوي. طيب.